ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ايه رايكم النهارده نعمل مع بعض شويه اشكال للجلاش. يمكن اكيد انتوا كلكم عارفينها يعني، وطريقتها ممكن تكون سهله للجميع، ولكن تعالوا مع بعض نعمل اشكال كتيره وجميله، واكيد هتعجبكم لان هي خصوصا لفات لذيذه وصغيره ومش هتاخد منك وقت. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه ازاي وطريقتها ازاي وطريقه تحضيرها ازاي. تعالوا مع بعض. بصي بقى قد ايه شكلها بسيط وجميل، وطبعا احلى حاجة ما فيها ان كل شكل مع نفسه، يعني معتز بنفسه كده، فهتلاقيها فعلا حلوة حتى لو كانت في عزومة، في مناسبة جميلة يعني مختلفة عن الصواني اللي احنا بنعملها مع بعض. هنبتدي مع بعض الشربات. حطيت كوبايتين ميه ومعاهم 3 كوبايات سكر. طبعا المعيار حسب كوبايه السكر انت تستخدميها، يبقى الميه نفس هي كوبايه السكر. هقلبها على البوتاجاز كويس لحد ما تبتدي تغلي. هكون محضره معايا الفانيليا علشان تدي النكهة الحلوة للشربات، ومعايا نقطتين ليمون هعصرهم بعد ما الشربات يغلي. انا مش محتاجة يكون الشربات تقيل، انا بس عقبال ما يغلي هديله بس يعني سكوندو كده ولا ثانية واروح اقفله. معايا هنا الجلاش كان يعني مجمد، ففكيته عشان يسهل يبقى سهل معايا في ان انا اقطعه حتت صغيره، وحطيت عليه 250 جرام سمنه، وطبعا دي سمنه نباتي. عايزه تحطي طبعا السمنه العاديه، عايزه تحطي نوع زيت يكون ملوش ريحه، انتي في اختيارك. اهم حاجه تختاري الزيت ما يكونش ليه ريحه. انا هنا السمنه النباتي دي كانت ريحتها حلوه وعجباني، وفي نفس الوقت ان احنا تنفع يعني في الوقت اللي ان انتي مش عايزه تعملي فيه اي منتجات الالبان. تمام كده. حطيت عليه بعد ما حطيت السمنه النباتي حطيت الفول السوداني، وحطيت جوز هند، واربع معالق سكر. طبعا السكر ده حسب اختيار كل واحد كميه السكر اللي عايزها. 4 معالق طبعا سكر اللي هي الكبيره، معالق السكر الكبيره. طبعا انا بعد كده عايزه اشكلها، ما لقيتش عندي حاجه صغنونه تعمل لي دايره صغنونه غير يمكن العصاره اللي بعصر بيها الليمون. حسيت ان هي دي يمكن انسب مقاس للكوره الصغيره، برغم ان عندي المعيار المعياري لكن حسيته كله كبير. دي انا كنت عايزه كور صغيره، يمكن لقيت انسب حاجه العصاره. طبعا دي انت هتشوفي ايه الحاجه الموجوده عندك، مش هتشتري مخصوص طبعا، وتعملي اشكال الكنافه كده مدوره عشان تطلع كوره مظبوطه. طبعا انت بتعملي اختبار في الاول ان انت لما بتضغطي سنه على الكنافه ان هو بيتضغط معاكي، فكده تقدري ان انت تشكلي براحتك. هنا عندي لفه جلاش، ولفه الجلاش هاخد منهم ورقتين ورقتين. يمكن هنا لفه الجلاش طبعا علشان هنا في ايطاليا مش متوفر الجلاش والكنافه بسهوله، طبعا كل ده بيجي من مصر، فعقبال ما بيجي لنا بيبقى شويه مهري يعني لان الحاجات دي مش موجوده اصلا عامه في ايطاليا، ولكن بتجيلنا طبعا الحاجات دي كلها من مصر. فبتبقى شويه ساعات منها مجمده وتجيلنا، فبتكون مهريه زي ما انت شايفه، ولكن مش هتفرق معاكي. انت بالراحه تستخدمي زي ما قلت لك ورقتين ورقتين. هتدهني الاولانيه بالماده الدهنيه، وتيجي تحطي عليها الورقه التانية وتدهنيها بالماده الدهنيه. ما تكتريش عشان تقدري تشكلي بيها براحتك. انت زي ما شايفه كده انا بعمل نقط نقط خفيفه. تحت الجلاش انا حاطه رشه بسيطه من الدقيق عشان اقدر اعمل الكسرات اللي انت شايفاها دي، لاني انا عايزه اعمل شكل كسرات تبقى شكلها حلو كده زي المروحه، زي ما كنا بنلعب زمان فتبقى شكلها جميل. تعملي شكل المروحة كده بالطريقة دي. أنا هسيب في الأول تقريبا ما يعادل 2 سنتي، وفي النهاية برضو الورقة هسيب حوالي ما يعادل 2 سنتي، يعني أنا مش هعملها كلها بالكسرات. بعد كده هحط عليها قطعة برضو مادة دهنية تاني خفيف، وابتدي أنزل بالكور اللي أنا عملتها في الأول للكنافة. تمام لحد كده مركزة معايا؟ نبتدي بقى نقفل ال2 سنتي اللي في النهاية وال2 سنتي اللي كان في البداية بالراحة كده على بعض، واحط عليهم برضو مادة دهنية تاني خفيف، ما تكتريش، وبس عشان نقفل الورقة بتاعة الجلاش. معلش هي خطواتها كتيرة، لكن هتصدقيني هتلاقيها سهلة وفي نفس الوقت جميلة.
هحاول بقى اقطع حوالين كل كورة وكورة حاجة كده بسيطة عشان اقدر لما اقلبها كده تبقى شكل البونبوني. بصي المنظر، شكل كده البونبوني جميلة، منظرها حلو، اكنك حاطة بونبوني كده جوه الجلاشة. منظر جديد وجميل وحلو قوي، ويكفي فخامتها كده حتى في طريقة التقديم. منظر جميل. انا معايا هنا صينية حطيت عليها ورق الكلك او الورق اللي هو بتاع الفرن، تمام، وهبتدي ارص عليها الجلاش اللي هيخلص. طبعا زي ما بقولك ان انت هتقلبيها الناحية التانية من ناحية الكسرات، وتضغطي من الجنبين كويس علشان ما يفكش معاكي في الفرن. هتكوني مجهزة فوطة وتغطيها لحد ما تخلصي الكمية. انت عارفة ان الجلاش بينشف بسرعة، يعني بفكرك ان اهم حاجة تغطي الجلاش اللي لسه ما اتعملش والجلاش اللي اتعمل. اوعي تسيبيه مكشوف علشان بعد كده مش هتلاقيه، يعني هتلاقيه نشف وتكسر كده وبقى صعب قوي. بحاول اعمل لك المنظر تاني بس على اقرب، على قريب. شايفه زي ما انا بعمل كده، اهم حاجه ان انت عامله نقطه دقيق من تحت علشان يقدر يسهل معاكي ان انت تعملي الكسرات. هسيب في البدايه 2 سم وفي النهايه 2 سم. نبتدي بعد كده نرص الكنافه، نقفلها كويس بال2 سم 2 سم اللي احنا سبناهم، ونقطعهم بالراحه طبعا. وطبعا زي ما قلت لك الماده الدهنيه اللي انت هتدهنيها من فوق عليها. منظرها بصراحه شيك جدا، واكيد صدقيني هتعجبك وتبقى فخمه في التقديم. نبتدي نرصهم برضو في الصينيه، بحيث ان انتي بعد كده بعد ما تخلصي هتدهني الوش ده كله برضو بالماده الدهنيه برضو بسيط علشان يحمر بطريقه عايزينها تكون شكل اللون الذهبي. دلوقتي احنا عايزين نعمل منظر تاني. احنا كده خلصنا المنظر الاولاني البونبوني، صح؟ نبتدي بقى المنظر التاني. المنظر التاني انا هقطع تقريبا مقاس عرض الجلاشة دي كده حوالي تقريبا 10 سنتي بالعرض، او يعني بالعرض الصغير اللي من الناحية اليمين ده 10 سنتي. بالطول بقى الطول ورقة الجلاش. ومعايا اي حاجة رفيعة تكون عندي هقدر ان انا الف عليها بالمنظر ده كده، ونعمل شكل المروحة بقى. ودي المنظر التاني. بصي منظرها حلو ازاي كده اكنها وردة. حسيت ان انا لما اعملها بطولها ممكن تكون معايا صعبة، فقسمت الورقة على 2 بالطول، تمام، وابتدي ارصهم برضو في الصينية. كل دي انا بعمل طرق مختلفة لاني لقيت ان الورق كان ضعيف شوية بيقطع معايا، بس قلت ايه لا لازم اتصرف. يعني زي ما انت شايفة اهو الورق برغم ان هو مقطوع سنة على الحرف، لكن مش مشكلة، انت هتعرفي تتصرفي. هسيب النهاية بتاعتها 5 سنتي، النهاية بس الصغيرة دي او 2 سنتي، علشان هي اللي هتبقى قاعدة الوردة زي ما انت شايفة بالطريقة كده، تمام. بوريكي ادي واحدة تانية، يعني سايبة في النهاية بس 2 سنتي كده صغنن، وهبتدي اقطعها على 2 تبقى وردتين كده حسب يعني مقاس الورقة بتاعت الجلاش اللي عندك، وحسب الوردة اللي انت عايزاها حجمها قد ايه، كبيرة صغيرة. ادي الصينية لما خلصت دهنت وشها بمادة دهنية سواء البونبوني او الوردة، وبعد ما احمرت طلعتها. طبعا الشربات عندي بارد او حتى لو سخن مش هتفرق يعني، بس يفضل بارد، لكن الجلاش طبعا سخن. وهرش عليه، انا مش عايزه يعني احط كتير الاقيها بعد كده طريت، انا بحط يعني الحاجه المناسبه الاقيها شربت في الاول وخلاص، ما كترش تاني شربات. هنا عندي فستق مجروش. طبعا انت عندك اي حاجه، فول سوداني، جوز هند، اي حاجه عايزه تعمليها اعمليها، ده التزويق دي براحتك. حطيت على كل واحده من فوق حبه كده من الفستق. وخلص معايا النوع التاني، النوع الاولاني اسفه. النوع التاني عندي كريم شانتيه هنا، وكريم شانتيه ده مش من تبع منتجات الالبان، يعني كريم شانتيه نباتي. حطيت عليه ميه ساقعه، وبرده حطيت عليه الفستق عشان عايزه لونه يبقى اخضر.
طبعا التزويق والتشكيل ده حسب ما انت عايزة. هبتدي ان انا اعبيه في الكيس اللي انا هعمل، ابتدي اعمل فيه التشكيلات. بنفس الطريقة كده جميل، وهتلاقي نفس الكريم شانتيه لونه اخضر مش ابيض صافي. هبتدي اعمل وردات صغيرة فوق الوردات بتاعت الجلاش. جميلة وبسيطة وحلوة، وبجد يعني فعلا انا نفسي عجبني الاشكال. بقيت يعني اقول اشكال بسيطة، ولكن فعلا يعني اقول ايه، يعني شكلها حلو، شكلها حلو في تقديم في المناسبات والحفلات ويعني حاجة بسيطة كده. معايا فستق هنا كامل مش مجروش، حطيت واحدة واحدة عليها من فوق. زي ما قلت لك اللي موجود عندك، ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي اي حاجة عندك، ولكن انا حبيت احط الفستق بلونه الاخضر ده الجميل على الكريم شانتيه اللي احنا عاملينه برضو بالفستق المجروش. اتمنى تكون عجبتك، واتمنى تكون طريقتها سهلة. يا ريت تعمليها وتكتبي لي في التعليقات ايه رأيك، واتمنى ان انتي تجربيها وقولي لي برضو ايه رأيك، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.